اللي قلناه نفذناه، وفي خلال شهرين راجعنا المنهج مرتين. حلينا كتاب الامتحان من الجلده للجلد 3420 سؤال، ما سبناش منهم سؤال. وحلينا كتاب التفوق 1175 سؤال، ينقح سؤال قبله مفيش سؤال منهم اتساب. وطبعا كتاب فيتامين اللي كان فيه اكتر من 1000 فكره، غير الامتحانات اللي كانت موجوده في الاخر برضه ما تسابش منهم جمله واحده. وركزنا طبعا على مخرجات التعلم من تركات ورسومات وعلاقات بيانيه، وكل حاجه كانت موجوده في المذكره اتقال. وطبعا مش هنتكلم عن الامتحانات لان احنا حلينا 40 امتحان شامل ما بين اونلاين وورقي على المنهج كله. تعال انا اقول لك، انت عارف انت اصلا حليت كام امتحان من اول السنه لدلوقتي؟ 64 امتحان ما بين جزئي وشامل، ورقي مش اونلاين. نيجي بقى لختام مشروع الدكتور، مراجعه ليله الامتحان، ودي هتكون معانا بثلاث طرق، او بمعنى اصح لثلاث انواع مختلفين من الطلبه. الطالب اللي هو ناسي المنهج كله، او اللي تقدر تقول عليه في الكنافه يعني، ده بقى هيحل مشكلته ازاي؟ ده هيحل مشكلته عن طريق اليوتيوب، سلسله فيديوهات حوش اللي وقع منك، 5 فيديوهات للمنهج كله، كلمه كلمه كانه بيسمع المنهج من الاول خالص. الطالب الثاني او الطريقه الثانيه، ده اللي نقدر نقول عليه عايز البريف في رغيف، ده اللي عايز يراجع المنهج كله ولكن باختصار، عايز يلم الدنيا في دماغه بخرائط ذهنيه، برسومات، عايز مخرجات التعلم بالاضافه لانه عايز يحل. ده هيسمع فيديوهين، الفيديو الاول مجمع فيه كل الشرح مختصر عن طريق الخرائط الذهنيه والرسومات، الفيديو الثاني حل ال 64 الامتحان سواء حلهم او ما حلهمش لانه اكيد نسي. والمفاجاه ان ده برضه هيكون على اليوتيوب. نيجي بقى للمرحله الثالثه او للطريقه الثالثه اللي هتكون قبل الامتحان على طول، ايام 14/7 و15/7 هنحل مع بعض مذكره ليله الامتحان، هيكون فيها 600 سؤال جديد مقسمين على 300 في اليوم الاول، 300 في اليوم الثاني، ما بين جزئي على كل فصل وما بين شامل في الاخر، من مصادر انت ما شفتهاش ولا حليتها قبل كده، ده علشان تبقى قفلت كل افكار الحل. طيب وايه كمان بالاضافه للكلام ده هيحصل في الفيس تو فيس في القاعه؟ هنكون بنراجع المنهج كله عن طريق فيتا جراف، فيديوهات تراجع لك المنهج بطريقه الانفوجرافيكس، بحيث ان انت تربط كل المنهج في دماغك. انا عايزها تخش جوه دماغك وتفضل فاكرها، وبكده يبقى مشروع الدكتور وصل لمرحله التسليم. وفي اخر اليوم الثاني هناخد حاجه صغننه كده من فيتامين تبقى ذكرى لينا كده كلنا مع بعض. ما تقلقوش مش هنحتفل يعني، بس يعني هنعمل ميموري كده خفيف مع بعض، كده نبقى خلصنا. كل سنه وانتم طيبين، اشوفكم على خير.